النهارده هنبدأ مع بعض أول حلقة في سلسلة جديدة عن إدارة المشاريع للشركات الناشئة. يمكن كتير منكم سمع عن إدارة المشاريع بس ما يعرفش يعني إيه وإيه أهميتها وليه بقت مطلوبة في كل مجال تقريبا دلوقتي. فلو أنت حابب تعرف أكتر عن الموضوع ده، سواء كنت صاحب بيزنس لسه هيبدأ أو حتى هتكون مدير مشروع في شركة أو شغال في العمل الحر لمشاريع صغيرة ومتوسطة، يبقى لازم تتابعني لآخر الفيديو، لأن في هدية كبيرة جدا ليكم مش هتندم عليها لو أنت كملت معايا للنهاية. طيب خلينا في الأول نعرف يعني إيه إدارة المشاريع. ببساطة إدارة المشاريع هي إنك تنفذ فكرة أو مشروع معين. يعني أنت عندك فكرة، فالفكرة دي لها هدف واضح وليها وقت محدد وبإمكانيات معينة. يعني تخيل معايا كده إنك بتعمل حفلة تكريم لحد من صحابك في الشغل، أنت عندك وقت وعندك ميزانية معينة وعايز تخرج اليوم ده بأحسن صورة ممكنة. فأنت أول حاجة هتبدأ تخطط مين اللي هيجيب الأكل، مين اللي هيعمل الديكور، مين اللي هيعمل الحاجات الخفيفه الترفيهيه. طبعا انا حاسس بيك وشايفك وكلنا بنتمنى ان ده يحصل معانا، بس ده ما بيحصلش. يعني المهم يعني ان ده ببساطه هو مفهوم اداره المشروع، بدايه ونهايه. فده دلوقتي هيخلينا نروح لنقطه مهمه جدا. هل المشروع لما بيبدا اكيد ما بيبداش وبينتهي كده، اكيد ليه مراحل. فاحنا عايزين نعرف ايه هي مراحل المشروع. طيب هم كام مرحله؟ اي مشروع في الدنيا يعني بيتكون من 5 مراحل. اول حاجه اللي هو البدايه. ما انت اول حاجه لازم تحدد الهدف المشروع بتاعك، وانت مش هتعمل المشروع بتاعك كده وخلاص يعني اللي هو نبدا. فلازم تبقى عارف انت هتعمل ايه في المشروع بتاعك. عرفت انت هتعمل ايه، بتبدا مرحله التخطيط، ودي المرحله اللي بنبدا فيها بقى نخطط لكل حاجه بشكل دقيق. بنحدد مين هيشتغل ايه وامتى وايه الموارد اللي احنا نحتاجها سواء ماليه او بشريه والى اخره. وطبعا بعد ما خططنا ففي مرحله مهمه جدا وهي مرحله التنفيذ. كل اللي احنا خططناه وحددناه وعرفنا ايه اللي احنا هنعمله هنبدا ننفذه. بس هل المشروع ممكن ينتهي عند مرحله التخطيط ويمشي لوحده؟ اكيد لا يا جماعه، اكيد في حاجه تانية لازم تنهي المشروع، وهي ما يعرف بالمونيتورنج اند كنترولينج، اللي هي المراقبه والتحكم. لازم تراجع الشغل اللي اتعمل ونتاكد ان كل حاجه ماشيه حسب الخطه، في اي خلل بنصححه بسرعه. طيب احنا خلاص اطمنا على المشروع والدنيا تمام وكل واحد شغال بالمهام المطلوبه منه والتاسكس اللي بياخدها بيخلصها في وقتها والامور تمام. نيجي بقى اكيد المشروع مش هيدانه مفتوح لا نهايه، لازم في مرحلة اسمها لازم نقفل المشروع بتاعنا. ودي المرحلة اللي بنراجع بقى كل حاجة بقى، بنشوف المشروع. احنا عندنا عقود وعندنا تصميمات وعندنا يعني المخططات اللي احنا عملناها والجدول اللي احنا ماشيين عليه، وبنتأكد ان كل حاجة تمام. نبدأ نغلق المشروع ونبدأ طبعا لو انت مدير مشروع بتبدأ تشوف ايه الدروس المستفادة من المشروع ده، عشان لو في حد بيستخدم نفس المشروع بتاعك بعد كده يبدأ يشوف انت ايه الاخطاء وكده. وبالتالي انت بتقدر تنقل عامل في عامل مهم جدا وهو عامل المعرفة. ولكن المراحل دي كلها ما بتمشيش لوحدها. يعني مش هنبدأ ونقول المراحل وخلاص، لازم المرحلة دي تحتاج لحد يديرها، لازم حد يوصلها يعني لبر الأمان. وهنا بقى بيجي دور مدير المشروع، سواء انت صاحب البيزنس لو انت يعني لسه بتبدأ شركة ناشئة، او هتجيب حد يعني هيدير لك المشروع بتاعك لو افترضنا ان هو تطبيق او موقع الكتروني. يعني فعلشان تكون مدير مشروع ناجح عندك لازم كده يكون في شويه مهارات اساسيه، يمكن معظمكم يكون تعرض ليها وعارفها يعني. واولها وهي حاجه مهمه جدا، القياده. انك تعرف تخلي فريقك شغال يعني بكل طاقة وحيوية كده وتحفزهم. طبعا في تفاصيل لسه في حلقات جاية هنتكلم بشكل تفصيلي. تاني حاجة ان انت لازم تكون عندك لغة التواصل، وان انت تبقى ذكي اجتماعيا. لازم الحاجة دي تبقى موجودة، لازم تكون عارف توصل المعلومة بشكل واضح، تكون دايما متابع. يعني من الاخر كده فريق العمل بتاعك لازم تعتبره ان هو حد من العيلة بتاعتك. وتالت حاجة وهي اكيد اللي هي البروبلم سولفنج او حل المشكلات. مش دايما الدنيا بتمشي زي ما خططنا ليها. لازم تكون جاهز لأي مشكلة وتحاول تلاقي ليها حلول بسرعة، وهي ما يعرف بإدارة المخاطر، ودي هنتكلم فيها بشكل تفصيلي بعد كده. رابع حاجة يا جماعة وهي يعني حاجة مهمة جدا، لأن من غيرها احنا مش هنقدر نوصل لبر الأمان المشروع، وهي إدارة الوقت. لازم عندك إدارة وقت، من أهم الحاجات لأي مشروع عشان ينجح. لازم يكون في وقت محدد. احنا عارفين، احنا قلنا المشروع ليه بداية وليه نهاية، وبكده النهاردة
نكون خلصنا الفيديو. اتكلمنا عن مفهوم إدارة المشاريع ليه بقت مهمة، والمراحل الأساسية للمشروع، وأهم المهارات اللي محتاجين نطورها، والحاجات اللي لازم تتوفر في مدير المشروع. وهنا بقى هنيجي للهدية اللي أنا وعدتكم بيها. الحمد لله قدرنا نحصل على كوبون مجاني لكورس اللغة الإنجليزية المرحلة الأولى بمنصة كورسات دوت كوم. في 30 كوبون مجاني هتلاقيهم في الوصف، اللي هيلحق ياخدهم. وكده كده المنصة عاملة عروض ممتازة جدا، فهتلاقوا الكوبون موجود في وصف الفيديو، وكمان لينك الكورس. هشوفكم في الحلقات الجاية بقى بشكل تفصيلي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.